رسميا الأهلي ينهي إجراءات قيد يوسف بالعمري في اتحاد الكرة. قامت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين بقيد المغربي يوسف بالعمري في السيستم الخاص بالقيد باتحاد الكرة المصري بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد معه من نادي الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووضع يوسف بالعمري على سيستم اتحاد الكرة. وأكدت المصادر أن مسؤولي الأهلي قاموا بوضع اسم يوسف بالعمري منذ ساعات قليلة على نظام TMS، نظام مطابقة الانتقالات في اتحاد الكرة المصري، ليتأكد تسجيله بشكل رسمي إلكترونيا ويصبح لاعبا في صفوف الأهلي. تفاصيل صفقة يوسف بالعمري في الأهلي. وحسمت إدارة الأهلي صفقة يوسف بالعمري بشكل رسمي بعدما وقعت معه منذ أيام عقدا لمدة موسمين ونصف، الموسم مع الموسم الثالث إضافي بدءا من يناير الجاري، على أن يحصل اللاعب على قرابة 800 ألف دولار في الموسم، بزيادة قدرها 100 ألف دولار سنويا، فيما سيحصل النادي المغربي على 500 ألف دولار نظيرا لبيع اللاعب. موعد مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز. وبدأ الأهلي مساء أمس الأحد الاستعداد لمواجهة يانج أفريكانز المقرر مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما حصل الفريق على راحة 48 ساعة عقب وداع كأس عاصمة مصر بالخسارة من أمام طلائع الجيش 2-1 مساء الخميس الماضي. وفي النهاية يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.